القصة بعنوان كما تدين تدان. سلام، سميتني عمر. تزاديت في واحد العائلة ميسورة الحال. بابا كان تاجر كبير وعنده قيمته ما بين الناس. من نهار تزاديت اللي بغيتها واللي كنحليها فمي كنلقاها حدايا. نهار 6 سنين دخلوني والديا المدرسة، وبابا دخلني في مدرسة عمومية حيت كان باغي يندمج مع ولاد الشعب، حيت خويا الكبر مني كرهه في مدرسة خصوصية، وملي كبر ما كانش يقدر يدير علاقات مع الناس، يعني ماشي اجتماعي بزاف. الشيء اللي ما بغاهش بابا يتكرر معايا انا. ملي دخلت المدرسة ما كذبش عليكم، جاوني ناس في شكل، جاوني طبقات ماشي بحال الطبقه اللي كنت فيها انايا. المهم تلامد معايا كانوا كما قلت لكم الطبقات الاجتماعيه ديالهم كتختلف، الا واحد معانا وكان سميتو منير. كان الملابس ديالو ماشي هما هادو، كان ديما كيلبس واحد من الحوايج اللي تقدر يبقى بهم سيمانه، يقدر يبقى بهم شهر، ما عندوش هو مشكل. كان كيلبس واحد السروال تا هو مقطع من القدام، كيلبسو في الشتاء والصيف والربيع والخريف. واحد الصبا ديال بلاستيك تا هو مكيحيدوش من رجليه. وانا الله يسمح ليا كنت كنضحك عليه بطريقه باسله، وديما كنضيع له شي هضره اللي كتنقص من قيمته. اما هو فيا كيبقى يشوف فيا مسكين وكيبدا يبكي، وغادي ندم على هادشي، غندم بزاف. كان دايما كيجلس في الطاوله الاولى، كان كراي. كنا كنلقبوه بالخواف، حيت الحاجه اللي قالها الاستاذ كينفذها، وهادشي بطبيعه الحال خاصنا نبقاو نديرو. المهم من عمرني عقلت كنقول ليه منير بلا منير، ديما كنعيط له الخواف، شي حاجه بحال هكا كنبقى نستفزو، كنبقى نستهزئ به، كنبقى نتنمر عليه. فواحد النهار سولته بالبساله على انه بصحابي، قلنا له علاش انت خواف؟ بقى كيشوف فينا وهو يمشي في حالته، ما جاوبنيش. مهم ابتدائي كامل وانا كنشوفه، مره كنجيو في نفس القسم، مره ما كنجيوش، ولكن طريقتي في التعامل معه ما تبدلاتش. وبمجرد ما سينا ابتدائي ما بقيتش شفتو. سمعت بلي تسجل في اعداديه ماشي بحال اللي سجلنا فيها حنا. عرفتوا هادشي اللي عاودت لكم دابا داز عليه 30 عام. 30 عام، وانا دابا في عمري 36 عام. بابا هادي 15 عام توفى، الله يرحمه. كانت عندي 21 عام، ونهار مشى سبحان الله رزقو مشى معاه. بقينا غارقين في كريدي انا وخويا وماما، وحتى وسائل النقل المختلفه اللي كانت عندنا ما بقاتش. اما بخصوص قرايتي، انا عمرنا قريت بحال الناس، حيت كنت ديما كنقول بابا بابا. وصلت للباك وما درت حتى شي مجهود. شو كتسناو؟ اكيد غادي نسقط، ما غنجحش. وقررت نسحب ونوقف الدراسه. ديك الساعه كان عندي 18 عام. اش ندير؟ جمعت شويه الفلوس، بديت كنبيع في الحوت كل نهار، وكيفاش كل نهار ونهار. مهم جا واحد النهار وقررت نجمع راسي، واخا الله غالب والقضيه ضعيفه وما عندناش الفلوس بزاف، ولكن قررت ندي شي بنت الناس اللي تكون درويشه تجمعني وتساند الوالده في المحاين الزمان. تزوجت واحد جارتنا كان عندها 25 عام، وولدت معها 2 وليدات. ولدي كبير سميتو انور. ملي دخلت الابتدائي صحابو كانوا دايما كيضحكوا عليه، حيت ما كانش كيشري بزاف ديال الحلوى، بزاف ديال الادوات. المهم هادو شي دراري 2 خوت و2 ولاد عمومهم، وهادو من عائله بورجواز يعني لاباس عليهم. واخا كانوا صغار كانوا بحال الجنون. ملي كان ولدي كيجي كيبقى يبكي كنتفكر منير، كنت كنشوفو بعينيا وكنت كنلوم راسي، حيت انا السبب في هادشي اللي كيطرا لولدي. عاد فهمت الاحساس منير علاش كان كيبكي.
حيث أنه تحس بالنقص وبالعجز، حاجة صعيبة بزاف. تمنيت الزمان يرجع للور نطلب منه غير السماحة ونرد الاعتبار. واحد المرة جاء نور كيبكي كالعادة، هادشي خلاني نفكر نمشي نهضر مع الأستاذ. مشيت لغد ليه إلا أنه تعطلت ولقيتهم خارجين، والأساتذة مشاو. وراني ولدي هادوك الولاد اللي كيضحكوا عليه. مشيت عندهم هضرت معاهم بطريقة مؤدبة، لكن في نفس الوقت كتحمل إنذار أنهم ما يبقاوش يعاودوا يقولوا ليه شي حاجة. غدا في الصباح كالعادة فقت في الصباح بكري نمشي نجيب الحوت اللي نبيع. خرجت ومي تلاقاو لي واحد جوج من عائلات هادوك الولاد، اتهموني باللي خلعت ولادهم وشبعوني ضرب، لدرجة داروا لي عاهة هي أنني ما نقدرش نتحرك برجليا، يعني ما نقدرش نخدم. انتم عارف ان الخدمه هي اللي ديك الخدمه هي اللي كنوكل بها طرف الخبز لولادي، وخاصني نرتاح لمده عام. رفعت عليهم دعوه، ولكن في كل مره كنفكر نتراجع، حيت انا كنتعامل مع ناس لاباس عليهم، اكيد عندهم معارف صحيحه، اما انا غير ملحوت. شنو نجيب من هاد المحاكم كاملين؟ كنت باغي نتراجع، ولكن مراتي قالت لي لا، يقولوا لك جبان، خليك متمسك في الدعوه واللي كتبت غتكون. جا نهار، جا تاريخ الجلسه، مشيت انا وعائلتي، دخلت وتقابلت معاهم، وانا كنحس بواحد النقص كبير بزاف. كنت ضعيف بزاف، حيت من غير الله ما عندي حتى شي واحد، والفلوس اللي كتهضر في هاد الزمان عندك اياه ما عندكش لا. من بعد ما طرح علينا القاضي مجموعه من الاسئله، ومن بعد ما سمعنا الشهود وغير هاد الشي، صدر الحكم ديالي اللي هو حبس المعتدين 3 شهور، وانهم يعوضوني بواحد المبلغ الحمد لله الحمد لله اللي قررت نشري به بالدراجه ناريه تعاوني في خدمتي بدل ما نمشي على رجلي. واكيد هادشي ملي غنتشافى ان شاء الله. فرحت بزاف بالانصاف من طرف المحكمه، حيت الاحساس بالنقص مبقاش في حالي، ما عمرو ما كان. عرفت بلي الحق هو الحق، وبلي واخا ما عنديش فلوس انا بنادم بحالي بحال الناس. فهمت بلي الفلوس ما عمرهم كانوا معيار الانسانيه والخير، ولكن للاسف تاخرت. عرفتوا علاش؟ حيت جرحت قلوب بزاف الناس، خاصة منير اللي بكيتو بزاف. خرجنا من المحكمة وعائلتي ضايرين بيا. شفت عائلة هادوك الناس اللي كيدابزو مع المحامي وما رضاوش حيت الحكم ضدهم. انا بقيت كنتسنى برا، قلت نسول القاضي على جميع ما كيخص كيف التعويض. ملي خرج مشيت عنده، طرحت عليه بزاف الاسئله اللي كتعلق بالتعويض، وجاوبني وخديت منه معلومات. وانا ملي كنت غادي نمشي عيط لي، قال لي سي عمر، ضات عنده وجهي، قال لي بقى جواب واحد مازال ما قلته، هو انني خواف، حيت كنخاف من الله، وهادشي اللي خلاني نحكم بالعدل اليوم ونصفك. النهايه، نتمنى من كل قلبي ان القصه هذه تاخذوا منها ماشي غير تستمتعوا فيها، وانكم تاخذوا منها الايجابيه، وتاخذوا منها واحد العبره اللي هي ان ما نبقاوش نظلموا الناس، وما نبقاوش نضحكوا على الناس، وما نبقاوش نستهزئوا بالناس، وما نبقاوش نحكموا عليهم من طريقه لباسهم ولا من هضرتهم ولا ماكلتهم، حيت بصح كما تودين تودان. ها هو عمر كان لاباس عليهم، كان كيضحك على منير، في الاخر شوش نطر عليه.